الفيديو ده هيكون مرجع مهم جدا ليك عشان هتكلم فيه بالتفصيل عن ازاي تاخد افضل اداء في اجهزه الهاند هيلد بشكل خاص واجهزه البي سي بشكل عام. هكلمك عن الادوات المشهوره زي اللوسلس اب سكيلينج، وهل هو فعلا بيقدر يوصل الاف بي اس ل 140 اف بي اس في جيمز كبيره زي RDR2 وسايبر بانك. وكمان هقول لك ازاي تظبط الاعدادات بتاع الجهاز بتاعك سواء كان انتل او AMD. وكمان هكلمك عن الاب سكيلينج تكنولوجي الموجوده في معظم الجيمز الجديده، وهل الدي ال اس اس من انتل هو الافضل ولا الاف اس ار من AMD. اهلا بيكم. قبل ما نبتدي ندخل في الفيديو عايز اعلن ليكم عن خطوه جديده في القناه. دلوقتي تقدروا تنضموا للاشتراكات الشهريه اللي عملتها مخصوص ليكم. الاشتراكات دي بتوفر مزايا حصريه حسب الفئه اللي تختارها. هتقدر في الفئه الاولى انك تكون عضو مميز، حتى لو انت سبت التعليق بتاعك هيوصلني منك اشعار وهقدر ان انا ارد على كل تعليقاتك لانها هتكون مميزه. والفئه الثانيه اللي هنقدر نتواصل بيها بشكل كبير، زي ان هعمل فيديوهات وصور مخصصه لتجاربي الشخصيه مع الاجهزه الجديده والاستوديو بتاعي وغيرها كتير. وفي الفئه الثالثه بالاضافه لكل المزايا اللي قبل كده هنقدر نوصل لبعض مباشره عشان لو محتاج مني مساعده في اي حاجه تخص المحتوى ومزايا تانية كتير. الاشتراك ده زي ما قلت هيكون شهري، والمزايا دي معموله مخصوص عشان اقدر اقدم لكم حاجه مميزه تكونوا دايما منتظرينها. لو حابب تدعمني وتاخد مميزات اضافيه دوس على زر الجوين او الاشتراك تحت الفيديو واختار الفئه اللي تناسبك. خلينا نرجع لموضوعنا وخلينا نبتدي على طول باول حاجه، وهي تعتبر اول حاجه لازم تعملها عشان تقدر ان انت تاخد افضل اداء من الهاند هيلد بتاعك او البي سي بتاعك. انا بشوف ان اهم حاجه في الاول ان انت تشيل كل البرامج من الابس في السيتنجز كده وتروح لانستولد ابس وتشوف كل البرامج اللي انت مش بتستخدمها او عملت لها انستول قبل كده ونسيتها. ده هيساعد ان يكون في سبيس في الرامز وسبيس كمان في الاستورج، فهيحسن من اداء الجهاز بتاعك. وده تقدر تعمله عن طريق ان انت تروح للسيتنجز وبعد كده تختار ابس، ومن ابس تروح على انستولد ابس. انستولد ابس طبعا هيوريك كل الابلكيشنز اللي عندك، وتقدر ان انت بسهوله تختار الابلكيشن اللي انت ما بتستخدموش وتدوس على الثلاث نقط دول وتعمل ان انستول ليه وتشيله. زي مثلا انا عندي هنا 3 دي مارك ديمو كنت منزله، اقدر ان انا اعمل له ان انستول واشيله خالص من عندي. وده حاجه حتى لو كان البرنامج صغير او ساعته صغيره هيفرق معاك في الاداء نفسه. تاني حاجه طبعا هي الابديتس، بان انت لازم تعمل ابديت، ودي اتكلمنا عنها واكيد كلكم عارفينها. لازم تكون عامل ابديت للدرايفز وكمان ابديت للويندوز سيستم نفسه. خلينا نتكلم اول عن الاعدادات بتكون موجوده في كل الهاند هيلد بي سيز وكمان الويندوز بي سيز نفسه. لو انت بتستخدم الويندوز بي سي بتاعك او الهاند هيلد بتاعك في الجيمز، اول حاجه هي الكور ايسوليشن. وفكره الكور ايسوليشن انك انت بتعمل لها تيرن اوف، ولكن هي ممكن بتاثر في السكيورتي نفسه لو انت بتستخدم الانترنت وبتدخل على مواقع ممكن يكون فيها شك شويه. فعشان انت تكون امن بشكل اكبر هي بتحميك من الهجمات اللي ممكن تحصل لك. ولكن لو انت مش بتدخل على الانترنت او المواقع اللي انت بتدخل عليها مواقع تراستد كلها، ممكن ان انت تعمل تيرن اوف، ودي هتساعد شويه في البرفورمانس نفسه على الجهاز بتاعك. وعشان تقفل الكور ايسوليشن بتعمل سيرش بس عليها في السيرش بار بتاعك وتكتب كور ايسوليشن، وبعد كده هتلاقيها موجوده هنا، وهتلاقي في حاجه اسمها ميموري انتجريتي، وبعد كده هتعمل لها اوف. هيطلب منك الادمنستريتور اكسس وهتدوس يس. طبعا بعد كده هتحتاج ان انت تعمل ريستارت، بس قبل ما تعمل ريستارت في حاجه كمان ممكن تعملها هتزود البرفورمانس معاك، لانك انت هتشيل اللود من على الجهاز لما تعمل لها تيرن اوف، وهي الفيرشواليزيشن او الفيرشوال ماشين فيتشر. ودي حاجه مش هيكون عليها اي ريسك بالنسبه لك، وتقدر ان انت تعمل لها اوف لو انت مش بتستخدم الكمبيوتر بتاعك في الفيرشواليزيشن او الفي ام وير او الفي سنتر او الحاجات دي كلها. لو انت ما بتستخدموش في برامج اللي زي كده الافضل ان انت تعمل لها تيرن اوف. وتعمل تيرن اوف عن طريق ان انت تروح للسيرش برضو في الستارت وتعمل سيرش على تيرن ويندوز فيتشر اون اور اوف. هيظهر لك قائمه زي كده، هتنزل لحد ما تلاقي فيرشوال ماشين بلاتفورم، هتعمل لها ان تشيك وبعد كده هتدوس اوكي. بعد كده هياخد شويه وقت عشان ان هو يعمل لها اوف، وبعد كده هيطلب منك ان انت تعمل ريستارت. ودلوقتي تقدر تعمل ريستارت للجهاز بتاعك، وبعد ما تعمل ريستارت هتستخدم جهازك بشكل عادي جدا، وهتلاقي فرق ملحوظ شويه في الاداء. الجي بي يو ابلكيشن زي الاي ام دي سوفت وير ده موجود في كل الاجهزه الموجوده عليها اي ام دي جي بي يو. وزي ما انتم عارفين الارو جي الاي والليجن جو بيستخدموا نفس الاي ام دي درايف، فانت هتلاقي عندك هنا نفس الابلكيشن اللي تقدر تستخدمه في الاثنين. ولو الجهاز بتاعك ما فيش فيه كارت جرافيك اي ام دي هتلاقي فيه كارت جرافيك انتل، وهيكون في عندك برنامج زي ده اللي هو الانتل كوماند سنتر اللي هتقدر من خلاله تشوف السيتنجز بتاعت الجيمز بتاعتك، وهتقدر تعمل اعدادات السكرين بتاعتك وكل حاجه. بس خلينا في الاول نشوف الاعدادات الموجوده
موجوده في الاي ام دي سوفت وير. لما تروح للهوم هنا هتلاقي فيه معلومات كتير قوي عن الجهاز نفسه والفيرجن اللي انت عليها دلوقتي، وكمان بعض المونيتورنج سبيكس كده بتوريك الجي بي يو والسي بي يو والرامات والحاجات دي كلها. ولو رحت للجيمنج هتلاقي عامل لك ليست لكل الجيمز الموجوده عندك على الجهاز نفسه، عشان تقدر ان انت تختار الجيم وتدخل جواها وتشوف السيتنجز اللي معمول لها انيبل ايه بالظبط. زي هنا في جاد اوف وور اقدر ان انا ازود الشاربنس الموجود فيها، واقدر ان انا اختار السكيلينج مود نفسه، واقدر كمان ان انا اشغل الفلويد موشن اللي نزلته اي ام دي عشان تقدر ان هي تديك فريمز زياده، والانتي لاج، وبعض التكنولوجي التانيه اللي هتقدر ان انت تضيفها لو انت شايف ان البرفورمانس في الجيم نفسها قليل او مش بالقدر الكافي اللي انت عايزه. فانت تقدر تدخل هنا وتجرب كل الاوبشنز دي على الجيم وتشوف الاداء بتاعها عامل ازاي لغايه ما توصل للاعدادات المظبوطه اللي انت عايزها. ولو رحنا في البرفورمانس هتقدر ان انت تشوف هنا مكان تقدر ان انت تشوف منه الاف بي اس مود، وتقدر ان انت تشغل الميزه دي في انها تظهر لك الاف بي اس الموجوده جوه الجيم لو انت عايز ان انت تعملها. ولكن من ناحيه ان انت تستخدم حاجه تكون معتمد عليها، انا بفضل ان انت تستخدم ام اس اي افتر بيرنر عشان تقدر تشوف الاف بي اس والسي بي يوسج والرام يوسج وكل حاجه تخص الجيم نفسها. يمكن الميزه دي موجوده بيلت ان في السيستم بان انت تروح على الاوبشن ده وبعد كده تعمل فريم مونيتور وتشوف اللي انت عايزه، بس ساعات ما بتشتغلش، فاللي هيشتغل معاك دايما هو الام اس اي افتر بيرنر. والفكره بتاعت الام اس اي افتر بيرنر ان انت تقدر تعمل له كاستمايز ازاي ان انت تشوف المونيتورنج والاف بي اس وكمان اليوسج كلها بتاعت الجهاز بتاعك وانت جوه الجيم طبعا. ودي طبعا حاجه مهمه عشان تقيس الاداء بعد كل تغيير تعمله سواء في السيستم نفسه او في الريزولوشن او حتى جوه الجيم نفسها. اما بقى لو جينا نتكلم على الانتل كوماند سنتر او الجرافيك كوماند سنتر، فعشان زي ما انتم عارفين ان الام اس اي كلو نزل بانتل بروسيسور، فانت هتلاقي موجود عليه الابلكيشن ده. والابلكيشن ده بصراحه ما فيش فيه الاوبشنز الموجوده في الاي ام دي، ولكن بالنسبه للابديتس هتلاقيها كتير قوي لان البروسيسور نفسه الالترا 7 ده جديد، بالاخص كمان في اجهزه جديده زي الام اس اي كلو. هتقدر ان انت تشوف الريزولوشن بتاع السكرين نفسها، ولو رحت للفيديو هتلاقي بعض التكنولوجيز اللي انت تقدر تغير ما بينها، واوبشنز كتير قوي هتقدر ان انت تظبط فيها الايمج بتاعتك. لو رحت للسيستم ورحت للجي بي يوز هتلاقي عندك كل المعلومات الخاصه بالجرافيك كارد بتاعك، ولو رحت للباور هتلاقي في اوبشنز ثانيه تقدر ان انت تغير منها الباور وتشوف الاداء اللي يقدر يقدمه الجهاز سواء وهو بلاجد ان على الشاحن او ان هو على البطاريه. وتقدر كمان توصل للسبورت من هنا وتفتح معاهم تيكتس لو حصل مشكله في الجهاز بتاعك، وكمان تقدر من هنا في الابديتس تقدر تشوف وتعمل تشيك على الابديتس الموجوده. طيب بعد ما ظبطنا الابلكيشنز والابديتس وشفنا الاوبشنز الموجوده في الدرايف نفسه وظبطنا الاف بي اس اللي هيورينا احنا شغالين على كام اف بي اس والمونيتورنج نفسها بتاعه الجهاز، خليني دلوقتي اكلمكم عن اللوزلس اب سكيلينج. ببساطه خالص هو ابلكيشن بيقدر يعمل اب سكيل للجيمز نفسها ويعمل فريم جنريشن، او ان هو يزود الفريمز الموجوده جوه الجيمز عن طريق ان هو يقدر يعمل اوبتمايز للصوره وكمان السيتنجز بتاعه الجيمز نفسها. واللوزلس سكيلينج معروف من فتره كبيره جدا، ولكن دلوقتي اتشهر قوي بالاخص بالابديت اللي نزل الشهر ده اللي هو 2.11، وده من الابديتس المهم قوي لان هو حسن بشكل كبير الاداء نفسه وخلى فيه اب سكيل لحد 4 مرات زياده اللي هي الاكس 4 اللي تقدر ان انت تعمل فيها اب سكيل، يعني تزود الاداء بتاع الجيم بشكل كبير. طيب ازاي تحصل على اللوزلس سكيل؟ اللوزلس سكيلينج موجود على منصه الستيم، بتفتح الابلكيشن بتاع ستيم نفسه وبتعمل سيرش عن لوزلس سكيلينج، تقريبا سعره $6 او اقل من كده على حسب الريجن اللي انت فيه، وتقدر ان انت تشتريه وتعمل له لانش هنا على طول. بس قبل ما تقول ان انا ليه ادفع اصلا في حاجه زي كده، انا معاك طبعا، لان انا لما جربته مع جيمز معينه لقيت ان انا ممكن اخد اداء قريب من الاداء ده عن طريق تولز ثانيه. بس خليني اقول لك هو ليه مشهور قوي كده وليه عليه ريتنج كبير قوي على منصه ستيم نفسها. مبدئيا انت لما تعمل انستول وتفتح البرنامج هتلاقيه بالمنظر ده، هتلاقي موجود فيه اوبشنز كتير، هتلاقي السكيل اللي هتقدر تشغل بيه السكيل نفسه، وهنا هتلاقي السيتنجز نفسها والمانيوال اللي هي الطريقه اللي تقدر تشغل بيها. اما هنا بقى هتلاقي الفريم جنريشن، وده مع الاصدار الجديد اللي هو قلت لكم عليه 2.11 اصدار اللي هو 2.3، وال2.3 ضاف حاجات كتير قوي ما كانتش موجوده في الاصدارات اللي قبل كده، زي المود نفسه. من قبل كده كان موجود X2 وX3، دلوقتي بقى فيه X4، يعني انت تقدر تضاعف البرفورمانس ل4 مرات جوه الجيمز. وهتلاقي
هنا السكيلينج تايب. السكيلينج تايب ده فكرته ان هو جايب لك كل السكيلينج ميثودز او التكنولوجيا اللي بتعمل اب سكيلينج او زياده للاداء ليستد هنا، زي الاي ام دي اف اس ار والنيفيديا وغيرهم كتير من السكيلينج. طبعا دي حاجات موجوده في بعض الجيمز بس هم ضافوها في الابلكيشن نفسه عشان تقدر انت تستخدمها وما تضطرش ان انت تدخل في الجيم وتعمل لها انيبل. عشان كده هم ضافوا حاجه زي كده عشان حتى لو الجيم بتاعتك مش بتدعم الاب سكيلينج الموجود هنا. وفي السكيلينج مود هتلاقي موجود هنا الفول سكرين او الاسبكت ريشيو، وهنا هتلاقي لو فتحت المانيوال انه يفضل ان انت تستخدم الابلكيشن نفسه في الويندو مود مش في الفول سكرين، ولكن انا جربته في بعض الجيمز وعملته على السكيل مود في الفول سكرين واشتغل معايا. في بعض الاوبشنز الثانيه اللي اتضافت في الابديت الجديد زي الجي سينك سبورت اللي هو بيعمل سينك ما بين الجرافيك كارد والسكرين نفسها، واوبشنز ثانيه كتير مش هتهمنا. اللي هيهمنا اكتر هو البرفورمانس وكمان الدرو اف بي اس اللي تقدر تشوف منه الاف بي اس الموجوده من الجهاز نفسه اللي طالعه من السبيكس بتاعت الجهاز للاف بي اس اللي وصل لها الجيم من اللوسلس اب سكيلينج نفسه. وفي كمان ميزه في السيتنجز بانك انت تقدر تعمل شورت كات او هوت كي بان انت تخلي ازرار من الازرار الموجوده مثلا في الكيبورد او الازرار الموجوده في الليجن جو بانك انت تشغل الاب سكيل من غير ما تضطر ان انت تطلع من الجيم وتفعل السكيل نفسه. خلينا كده ناخد مثال على الاب سكيلينج في جيم موجوده اوريدي عندي على الجهاز ده اللي هي جاد اوف وور. وجاد اوف وور من الجيمز اللي بتشتغل بشكل كويس جدا، ولكن مع الاب سكيلينج لقيت ان هو بيعمل فرق في الاداء وبيزود الاف بي اس بشكل ملحوظ قوي قوي. الجيم زي ما انتم شايفين كده لو لاحظت هتلاقي شغاله على 40 فريم بير سكند، والسيتنجز بتاعت الشاشه على 800 بي، وكمان الريزولوشن على الهاي. وزي ما انتم شايفين كده انا واصل في الفريم ل 40 فريم افريج في الجيم دي. بس انا هنا دلوقتي مفعل الشورت كات الموجود هنا عشان ان انا اول ما اضغط عليه يعمل كنترول الت اس عشان يقدر يفعل لي اللوسلس سكيلينج. لما ادوس عليه كده هتلاحظوا ان الشاشه عملت فليكر شويه، ودلوقتي ظهر في الشاشه من الجنب كده رقمين هنا معينين. الرقم ده اللي هو 33 اللي عليه الجيم حاليا، والرقم اللي هو 66 اللي هو الاب سكيل اللي اتعمل في الجيم نفسها. وزي ما انتم شايفين بقى شغال دلوقتي من 40 او 33 فريم بير سكند واصل معايا ل 62 او 60 فريم بير سكند على الهاي سيتنجز. وزي ما انتم شايفين طبعا هو فارق جدا في الاداء وفارق جدا في البرفورمانس بتاع الجهاز، ودي حاجه تبين ان فعلا البرنامج بيعمل برفورمانس كويس. دي جيم تانية معروفة طبعا اللي هي ريتشت اند كلانك، من الجيمز برضو اللي بتحتاج برفورمانس عالي، وانا مشغلها على نفس الريزولوشن اللي هو 800 بي. وزي ما انتم شايفين هنا انا مشغل الجيم على الفيري لو سيتنجز، وكمان مشغل الاي ام دي اف اس ار 2.1. والاي ام دي اف اس ار ده من الاب سكيلينج اللي بينزل مع الجيمز نفسها وبيكون شغال كويس جدا وتقدر ان انت تستخدمه. ودلوقتي بالسيتنجز دي واصل بالفريمات زي ما انتم شايفين كده لتقريبا 60 فريم بير سكند افريج، ودي حاجه كويسه جدا والجيم شغاله بشكل كويس جدا. خلينا نجرب دلوقتي واعمل تيرن اوف للاب سكيلينج الموجود جوه الجيم نفسها، وبعد كده هنعمل سيف. دلوقتي الفريمات هتلاقيها زي ما انتم ملاحظين كده قلت شويه ووصلت ل 50 فريم بير سكند، ولكن برضو الجيم لسه بلايبل زي ما هي. دلوقتي خلينا نجرب اللوسلس اب سكيل ونشوف البرفورمانس هيبقى عامل ازاي. زي ما انتم شايفين كده احنا واصلين ل 80 فريم بير سكند افريج، فدي كمان تجربه تانية على ان البرنامج بيعمل فرق في البرفورمانس بشكل كبير جدا. اما هنا بقى لو جيت تشغل جيم زي نو ريست فور ذا ويك هتلاقي زي ما انتم شايفين كده انا مشغلها في الفول سكرين مود، وكمان مشغلها على البرفورمانس وواصل معايا الفريمات ل 30 فريم بير سكند افريج. ولكن خليني كده اوريك لما اجي اشغل اللوسلس سكيلينج هيحصل ايه. زي ما انتم شايفين كده رجعني ليه الديسكتوب، ولما جيت اشغله تاني ما لقيتوش واخد اي افكت خالص. ففي الجيم دي ممكن ما يقدرش يشغلها لان هي لازم تكون على الويندو مود، فانت لو عندك سكرين ممكن تشغلها عليها وتجرب، ولكن بالنسبه لي التجربه زي ما انتم شايفين. خليني كمان اوري لك السيتنجز نفسها اللي انا شغال عليها دلوقتي عشان لو انت حابب ان انت تاخدها وتجرب نفس السيتنجز دي على الجيمز الموجوده عندك. خلي بالك ان انت لازم تكون عندك فكره مهمه جدا بانك انت طول ما انت مشغل الجيمز بتاعتك على اي بي سي او اي لابتوب، الواتج اللي انت واخده من البي سي هيكون هو اول حاجه ممكن تفكر فيها ان هي ممكن تعلي الاداء. زي ما انتم عارفين الهاند هيلز معظمهم هتلاقيهم 30 ل 35 واط لحتى 45 واط ماكسيموم، انما البي سي واللابتوب فيهم فوق ال 100 واط.
عشان كده الهاند هيلز دي والحاجات اللي زي كده نزل لهم جي بي يو منفصل زي ال1 اكس جي بي يو اللي عملت له ريفيو قبل كده، عشان يقدر ان هو يديلهم واتج اعلى وبالتالي يديلهم برفورمانس اعلى. فانت على حسب الجيم اللي انت بتشغلها لازم تكون عارف ايه هو الواتج المناسب للعبه دي. لو الجيم دي محتاجه واتج قليل ممكن ان انت تستغل ده وتقلل الواتج وتظبطها على الاساس ده. خلينا ناخد مثال كده سريع على ليجن جو. زي ما انتم شايفين كده انا مخلي دايما ليجن جو بتاعي على البرفورمانس مود، ولو رحت للكاستم مود هتقدر ان انت تتحكم بقد ايه الواتج المناسب ليك، وده طبعا كل ما قل البرفورمانس في الجيمز، بس طبعا البطاريه هتزيد معاك. فلو انت بتلعب جيمز بسيطه خالص ممكن تقلله لحد 5، ولكن لو انت عايز تستخدم الماكسيموم واتج بتستخدم ال 30 واط. كمان الحاجه اللي بتفرق تاني هي الريزولوشن. لازم تاخد بالك قوي بان الريزولوشن نفسه في شاشه صغيره زي كده اللي هو 1280 في 800 هتلاقيه كويس زي ما انت شفته من شويه، ومش هيفرق كتير قوي في الجوده، وانا بشوفه شخصيا ان هو ممتاز جدا، وكمان هيديك اداء وفريمات عاليه غير ان انت تستخدمه في ال 1200 او في ال 1600. لو اتبعت كل الحاجات دي وظبطتها على حسب احتياجاتك الخاصه هتاخد افضل برفورمانس من اي جهاز يكون عندك. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير مع حد ممكن يستفيد بالفيديو ده. شكرا جدا على المتابعه واشوفكم في فيديو جديد.